في الوقت اللي انت بتتفرج فيه على فيديوهات تيك توك وبتضحك على الترندات، في خريطة مرسومة على الحيطان عندهم من سنين بتقول ببساطة إسرائيل من النيل للفرات. أيوة، حضرتك قريت صح، من نهر النيل في مصر لنهر الفرات في العراق. يعني الخريطة اللي في دماغهم مش بتقف عند فلسطين، دي ماشية وبتبلع معاها الأردن وسوريا ولبنان والعراق كمان. طيب، دي خريطة خيال ولا فعلا هما بيخططوا كده؟ تعال نرجع شوية ورا في العهد القديم عندهم، في جملة بتقول: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. وعلى الأساس ده الصهاينة اللي ماسكين الحكم في إسرائيل شايفين إن ده وعد إلهي ولازم يتحقق. بس هل هو كلام في الكتب وخلاص؟ لا، دي كانت مرسومة فعلا على العملة الإسرائيلية زمان، وكانت على شعار الكنيست وكلام كتير من أحزاب اليمين المتطرف. وافتكر كده معايا غزو لبنان سنة 82، ضرب المفاعل النووي في العراق سنة 81، تمركزهم على حدود الأردن وسوريا. كل ده مش صدفة، دي حاجات ماشية على الهادي، والناس مشغولة في الكورة والتيك توك. بس تعال نكون صرحاء، هل إسرائيل فعلا تقدر تنفذ الخريطة دي ولا دي مجرد خيالات صهيونية؟ الإجابة في إيد الشعوب مش الحكومات، لأن الشعوب لما بتصحى بتغير التاريخ، زي ما حصل في أكتوبر، وزي ما غزة صمدت، وزي ما فلسطين لسه بتقاوم. الخريطة دي مش بس خطر على العرب، دي خطر على العالم كله. فقبل ما تعمل لايك وتعدي، شارك الفيديو وخلي الناس تعرف إن الحكاية مش بس حدود، دي حكاية وعي وكرامة ومستقبل.